عشا سخن ومقرمش وفي دقيقتين بس هتعملوه كل يوم. في طاسة على النار بنحط قطعة زبدة ومعلقتين 3 معالق كده من الزيت وندوبهم مع بعض. وهتحتاجوا في الوصفة دي يا إما عيش بلدي يا إما عيش شامي أو عيش تورتيه. أنا مستخدمة تورتيه اللي موجودة عندكم. بحطها كده في الطاسة والنار متوسطة. وهنحتاج كمان بضاية واحدة بس، نحط عليها ملح وفلفل أسود ونضربها كده وننزل بيها فوق التورتيه أو العيش اللي هتستخدموه. وزعوها كده، حاولوا ما توصلوش للأطراف، ما تحطوش بيض كتير، أنا حاطة بيضاية واحدة إلا لو هتضاعفوا المقدار. رشة من الجبنة الموتزاريلا وأي نوع جبن بقى تحبوه. أنا هستخدم جبنة موتزاريلا وعندي الجبنة اللي هي الأمريكي اللي هي السلايسز اللي بتحط على البرجر دي، هحط منها كمان. وأنا هزود كمان سلامي، عندكم لانشون، عندكم بسطرمة، عندكم هوت دوج، سجق، لو عندكم فراخ مثلا أو بواقي قطع فراخ أو شاورما أو لحمة مفرومة متعصجة تقدروا برضو تحطوها. أنا هحط سلامي، والسلامي ده هو فيه نقط بيضة كده لأن ده واجيو سلامي، فطبعا فيه نسبة دهون حلوة كده. هقطعه مكعبات بالشكل ده وأحطه فوقيه. حطوا بقى الكمية اللي تحبوها. رشة كمان من الجبنة الموتزاريلا. وآخر حاجة بنجيب واحدة تانية من العيش أو التورتية وبنحطها عليها كده من فوق. طبعا النار متوسطة مايلة للهادي، بنتابعها كل شوية ونبص عليها لحد لما تاخد لون من تحت. بصوا هتبقى مقرمشة زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى التورتيه التانية اللي فوق دي كانت مش عارفة ايه اكبر من اللي تحت، تقريبا استخدمت نوعين مختلفين فظبطتها بسكينة كده، شلت الحتت الزيادة عشان شكلها حلو في التقديم يعني. وسيبها برضو على نار هادية كده تاخد لون من تحت. انا حسيت ان هو محتاج شوية زيت فزودت شوية زيت زيتون. واول ما الاقيه خد لون من تحت زي فوق يبقى كده هو تمام. بصوا هتلاقوه مقرمش، بصوا انا بقطعه تحس ان هو بيتكسر شويه كده على خفيف من كتر ما هو مقرمش ويجنن. مش عايزه اقول لكم وصفه رهيبه انا بعشقها. لما بكون نفسي اكل حاجه كده تفتح نفسي بعملها في العشاء في الفطار او حتى في الغدا زي ما انتوا عاوزين. تقدروا تلعبوا فيها وتنوعوا في الحشوات زي ما يعجبكم. قاعدين بتذاكروا بقى، جعانين، عندكم حد عنده امتحانات، تقدروا تعملوها حاجه سريعه وحلوه كده. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه تلاقي رايكم فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.